ناس كتيرة بيسألوني ايه اخر اخبار قضية علاء اللي راح ضحية استهتار ابن الفنان احمد رزق. علاء عامل الدليفري الغلبان البسيط اللي راح ضحية ابن الزوات اللي كان راكب سكوتر وكان ماشي عكس الطريق وخبطه، ونتيجة لسوء حالة علاء ونزيف في المخ وإصابات خطيرة جدا في جسمه دخل في غيبوبة لمدة شهرين. وأحمد رزق طبعا خلع من مصاريف علاجه بعد ما دفع حاجات بسيطة كده في الأول عن طريق مدير أعماله، كان مصدر بس مدير أعماله لأسرة الضحية، وبعد كده خلع من الموضوع ومن مصاريف العلاج لما لقى إن ابنه طلع بكفالة. طبعا لما لقى الموضوع يدخل في الغميق دلوقتي اتصل بأسرة الضحية، بس قرر انه يدفع لهم الدية بس بنقطة. النقطة زي ما بيقولوا الكوميديا السوداء، انه هيدفع لهم المصاريف بس بالقسط. الدية قصدي انا اسفة، هيدفع لهم الدية الشرعية بس بالقسط. حياة الانسان دلوقتي بقت تدفع بالقسط، وكمان ايه بيقول لهم اعملوا لي عليها خصم. تصوروا روح الانسان من وجهة نظر الفنان احمد رزق ان هي شوية مصاريف لناس غلابة، ان هي الدية الشرعية ويا ريتها هتبقى كاملة، هيدفعها لهم بعد الخصوم، يعملوا لهم ديسكاونت عليه. ومش بس كده هيبقى بالقسط، لا وضحوا لنا اكتر. والد علاء عامل الدليفري بيقول ان احمد رزق اتصل بيه من كام يوم وقال له ان هو عنده رغبة ان هو يتصالح معاهم، برغم ان هو ما كانش بيتصل بيهم خالص في فترة اصابة علاء حتى بعد ما توفى، ولا حتى اتصل بيهم ولا عزاهم ولا حتى شافوا وشه من قفاه. بيقول ان هو كان عايز يتصالح معاهم ويدفع الدية الشرعية، بس اضحكوا بقى في اللي جاي. والد علاء بيقول ان الفنان في بداية مكالمته قال ان هو على استعداد انه يدفع ليهم الدية الشرعية، بس وحطوا تحت كلمة بس دي مليون خط احمر، ان هو يخصموا من الدية الشرعية المبلغ المالي اللي هو دفعه كمصروفات علاج للمجني عليه، برغم ان الولد مات بسبب ابنه. لا ده هو بيقول لهم انا هدفع لكم الدية الشرعية بس اخصموا لي مصاريف العلاج اللي انا دفعتهم على ابنكم قبل ما يموت. شفتوا البجاحة وصلت طريقة فين؟ ومش بس كده، ده كمان قال لهم ان الباقي من المبلغ ده مش هيدفع مرة واحدة، لا هيدفع بالقسط. يعني ايه؟ على مرتين. يعني هيدفع الجزء الاول والجزء التاني هيعمل بيه شيك، هيدفع في خلال 7 ل9 شهور. انه بيعمل جمعية، انه راجل مستفز. احمد رزق انسان مستفز بدرجة مش ممكن تتخيلوها. هو يعني ايه؟ هو حياة الانسان في وجهة نظره ان هو خلاص كده، يعني هتدفع الدية وبعد الدية انا هخصم منها شوية فلوس عشان انتوا ناس غلابة وبيضحك عليكوا وكده، خايف ان هو ابنه يتسجن او خايف ان هو التعويضات. يا عم طب اللهم لا شماتة، انت عيان دلوقتي و... ومرض جامد، طب خاف يمكن ده عقاب من ربنا، الله اعلم، يمكن ربنا بعتها انذار ليك بسبب اللي حصل، يمكن دي دعوة قلبها محروقة على ابنها بسبب ابنك، فانت مش راضي تتعظ ولا تتعلم، وبالرغم من كده بتقول كلام عجيب غريب. و- انا في حياتي ما سمعتش الكلام ده، ان هو هيدفع الدية والدية هتبقى هيخصم منها مصاريف علاج اللي هو جزء كمان من مصاريف العلاج. يا ريته دفع مصاريف العلاج كاملة للولد، ما كانش ده بقى حاله. هو اكيد عمره وانتهى، بس تعددت الاسباب والموت واحد، وهو كان سبب من اسباب وفاة العامل الدليفري للشاب الغلبان اللي كان بيسعى لقمة عيشه وبيساعد أسرته في مصاريف الدنيا الصعبة. فأنت تقول لهم كده؟ ده أنت إنسان مستفز جدا. أنا عايزة أسمع رأيكم يا جماعة، إيه رأيكم أنتوا في اللي حصل والمهزلة اللي بتتقال دي؟ والباقي هدفعه لكم على جزئين، جزء تاخدوه وبعد كده الجزء التاني بشيء 7 ل9 شهور بالأجل. ده ايه ده؟ طب ما فيش فوائد بقى على الشيكات دي ولا ايه يا استاذنا؟ فعلا انسان مستفز وكلام مستفز. هنا بقى ابو علاء كان ليه رد على كلام الفنان احمد رزق، قال ان هو قال للفنان في نفس المكالمة وهو بيكلمه انه هيتصل باخوه وان هو يتشاوروا في الموضوع، لان هو اخوه عنده دراية بأمور الدين وهيستفسر منه عن إمكانية تقسيط الدية.
وده هل ينفع ان الدية ممكن تتقسط؟ فهيشوف وهيشاور اخوه في الموضوع، وكمان علشان يتكلم مع المحامي الخاص بيه علشان ياخد كل الضمانات الخاصة بيه بدفع الجزء التاني. فعلا ابو علاء ده انسان غلبان جدا، حتى بص يعني عايز يتصل بالمحامي ويقول له هل في ضمان ان انا الجزء التاني من لو خدته على اقساط انه هيبقى فيه ضمانات. فعلا ناس غلابة جدا. ولد الضحية علاء عامل الدليفري بيقول أكد إن نجل أحمد رزق إنه اتكلم مع أخوه اللي قاله إن هو مفيش أي مشكلة في التصالح بعد دفع الدية، ولا بس لازم يكون في ضمانات اللي هتأكد إنه أحمد رزق ممكن يدفع لهم الجزء التاني من الدية. ورجع علشان يقول للفنان أحمد رزق إنه هيقوم بإخبار المحامي بتاعه علشان الفنان يرد عليه ويقول له إنه لازم ينجز، وان هو عايزه ينجز ويخلص اجراءات التصالح بدون محامين وجلسات. وده خلي بالكوا كلام يخلي الواحد يشك شوية في كلام احمد رزق. لما انت كلامك نية سليمة وكده، طب ما انت حتى لو يا عم هنقول ايه، ماشي هنتعاطف معاك وانت امورك صعبة هنقسط الدية لو ده جائز شرعا، احنا ما نعرفش والله اعلم. طيب انت خايف من ايه لما يجي يقولك انا هكلم المحامي بتاعي؟ ما يكلم المحامي. انت نيتك ايه؟ هل هتضحك على الراجل في الجزء التاني وتاكل عليه الجزء التاني من الدية ولا ايه بالظبط؟ وهو يعني ايه انا عايزه اخلص الكلام ما بين محامين واي جلسات؟ ما انت ممكن تلبس الراجل في مصيبه وممكن اي حاجه. فهنا في علامات استفهام كثيرة قوي في الموضوع دوت. وطلب أحمد رزق النيابة العامة أحالت قضية اتهام ابن الفنان أحمد رزق لنيابة الطفل بعد وفاة عامل الدليفري، لأن هو ابنه تقريبا عنده 15 سنة. كان بعد وفاة عامل الدليفري متأثر بإصابته في حادث تصادم بالدراجة النارية هي الإسكوتر بعد اصطدامه بدراجة نجل الفنان بطريق شيخ زايد أسفة. أمر جهات التحقيق بالجيزة باستدعاء ابن الفنان أحمد رزق المتهم بدهس عامل الدليفري علاء بدراجته النارية داخل أحد كومباوند، يعني مش ما بعرفش أقولها بالتجمع، بمنطقة الشيخ زايد بعد وفاة عامل الدليفري علاء متأثر بإصاباته الخطيرة بناء على الخبطة الجامدة. انتوا من وجهة نظركم يا جماعة انتوا شايفين الموضوع مش فعلا في علامات استفهام وفي شك وريبة كده من ناحية نية أحمد رزق؟ هل طلبه مقبول ان هو يقسط الدية وبعد ما يخصم منها مصاريف العلاج انه يعني اعملي عليها ديسكاونت، وكمان ان هو عايز يخلص الموضوع بدون اي جلسات او كمان انه بدون اي محامين فيس تو فيس كده، يستغل ممكن عقلية الراجل الغلبان وبساطته وانه ممكن يضحك عليه في اي حاجة او يمضيه على اي حاجة؟ هو مش هيبقى فاهم الموضوع كويس، واكيد الورق اللي هيبقى ما بينهم ده اكيد هيبقى عن طريق المحامي بتاع احمد رزق وعارفه كويس قوي. طب انت ليه مش عايز تدخل محامي ابو الضحية؟ اظن لازم ابو الضحية لازم يتصل بالمحامي ويسيبه من كلام احمد رزق.